السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم فيه تحليه راقيه وكتجي رائعه لا من خلال المنظر ولا المذاق، والاهم من هذا الشيء انها بمكونات متوفره في كل بيت وغير مكلفه، وفي نفس الوقت راقيه وسريعه التحضير. تحضر في دقائق، نقدموها لضيوفنا او كوجبه سحور. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو في المقادير نصف لتر حليب، 2 معالق كوكو ما يعادل 11 غرام، سكر معلقه ونص كبار ما يعادل 40 غرام، وواحد نص معلقه من سكر فاني، معلقه كبيره مملوءه مزيان ديال النشا ما يعادل 20 غرام، واحد ياغورت كريمي، واحد فلان بنكهه الكراميل. غادي نديرو السكر نزيدو الفلان الياغورت وكوكو. ما غاديش نضيفه دابا حتى يقد لي الخليط عاد نضيفه. غادي نديره فوق البوطه مع التحريك حتى يعقد لي على نار مهيله. نسيت ما قلت لكمش البنات، هنايا كوكو راني طحنته واحد شويه باش يوليو عندي هذوك الحبيبات ديالو رقاق شويه، نطحنوه غير واحد شويه. دابا من بعد ما الخليط ديالي وصل لدرجه الغليان غادي نضيف هذاك الكوك ونزيد الياغورت ونخويه كؤوس التقديم. ندخلهم للثلاجه يبردوا ليا مزيان، وعاد غادي نتلاقاو باش نزينوهم. فوالا البنات، هما الكؤوس ديالي من بعد ما بردوا، هو برد مزيان. دابا غادي نزينهم بشويه ديال القطع ديال التمر قطعتها الى قطع، شويه من اللوز مهرمش، وشويه من الكركاع، وهذا السيجار معمر بالشكلاط حتى هو قطعته الى قطع، والكراميل. البنات الا ما كانش متواجد عندكم هذا الكراميل فماشي بالضروري ديروا الكراميل، ديروه خطوط من الشكلاط او من العسل حتى هي كتجي مزيانه. ماشي ضروري نديروا داكشي اللي عندنا في الدار اللي متواجد عندنا نقضيو به. التحليه ديالنا هي وجدات بعد ما زينتها، هيا كي كتجي القوام ديالها كيف كيجي متماسك وشاده في راسها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. والمذاق ديال التمر كيتماشى بزاف مع الكراميل، كيجي فيه واحد المذاق زوين بزاف. الا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بواحد اللايك، وبارطاجيو لا فيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء. تابوناو في لاشين الا مازال ما تابونيتوش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. الى فيديو قادم ان شاء الله.